السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. نستعرض معكم أبرز الأحداث الوطنية التي تهمكم، ونبدأ بأهم العناوين. الطقس البارد والصقيع في مناطق مختلفة، تأهيل 800 مركز صحي وتقليص وفيات الأمهات، تحسن مبيعات الإسمنت في قطاع البناء، تأجيل امتحانات كلية الحقوق بتطوان، تعاقد المغرب التطواني مع المدرب بنشريفة، بدء التسجيل الإلكتروني للحجاج. شفشاون تستقطب آلاف الزوار في رأس السنة. إليكم تفاصيل هذه الأخبار. تشهد عدة مناطق من البلاد أجواء باردة مع تكون الصقيع، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. السلطات تدعو المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم في ظل هذه الظروف الجوية. أعلنت وزارة الصحة عن نجاح كبير في تأهيل البنية التحتية الصحية، حيث تم إعادة بناء أو تأهيل 800 مركز صحي على الصعيد الوطني، مع خطط للوصول إلى 1400 مركز بحلول نهاية هذا العام. كما أشارت الوزارة إلى انخفاض كبير في وفيات الأمهات أثناء الولادة بنسبة 70% في إطار تحسين الخدمات الصحية. وفي إطار جهود مكافحة التدخين، أطلقت الحكومة مخططا جديدا يستهدف الحد من هذه الظاهرة التي تسبب 8% من الوفيات بالمملكة. على الصعيد الاقتصادي، شهدت مبيعات الإسمنت انتعاشا ملحوظا، مما يعكس تحسنا في قطاع البناء والتشييد بالتزامن مع إطلاق برامج جديدة لدعم السكن. في تطور مفاجئ، أعلنت عميدة كلية الحقوق بتطوان عن تأجيل الامتحانات الخريفية، وذلك بسبب استمرار الطلبة في مقاطعة الامتحانات احتجاجا على النظام الجديد. على صعيد الرياضة، أعلن نادي المغرب التطواني تعاقده مع المدرب بن شريفة لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة، في خطوة تهدف إلى تحسين أداء الفريق في البطولة الوطنية. بدأ اليوم التسجيل الإلكتروني للحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكدت أن العملية تتم بسلاسة عبر البوابة الرسمية للوزارة. تواصل مدينة شفشاون المعروفة بالمدينة الزرقاء جذب آلاف الزوار، حيث شهدت المدينة إقبالا كبيرا خلال عطلة رأس السنة، مما يؤكد مكانتها كواحدة من الوجهات السياحية المفضلة في المملكة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالنجاح والتوفيق. إلى اللقاء في نشرة جديدة.